ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ موضوع فيديو النهارده هو ليه انا شايف من وجهه نظري محمد النني ممكن يكون مدرب شاطر جدا، وانا هنا بتكلم مدرب شاطر جدا في التوب ليفل ان شاء الله. فالنهارده عشان تبقى الدنيا منظمه شويه انا قررت ان انا اتكلم في 4 بوينتس او 4 نقط انا شايف ان دي هتساعد محمد النني ان هو فعلا يتالق وان هو فعلا يكون مدرب واعد وينجح في المجال التدريبي، يمكن اكتر كمان من مجال كره القدم على مستوى اللعب نفسه. طيب اول بوينت، وهي لازم تبقى اول بوينت في اي موضوع ما لما نيجي نتكلم عن اي شخص عايز ينجح في اي مجال، هي الدراسه. ومحمد النني ماشي في مجال الدراسه ده بشكل كويس جدا. لو انت ما تعرفش المجال ده بيشتغل ازاي او ايه اللايسنسز اللي انت المفروض تاخدها، فانت بكل بساطه لو انت في اوروبا، وده اللي انا ملم بيه بشكل اكبر، مش متاكد بصراحه في افريقيا وفي اسيا النظام شكله عامل ازاي، اعتقد ان هو شبهه بنسبه كبيره بس مش متاكد بالظبط. فلما نيجي نتكلم على اوروبا وخصيصا بقى انجلترا في حاله محمد النني، هو بيبقى مطالب منه ان هو ياخد زي انترو كورس كده، بيبقى غالبا مثلا ثمنه بتاع 50 باوند ولا حاجه، بياخد حاجات بيسكس قوي. واعتقد كمان احيانا بتبقى الناس اللي مارسوا كره القدم بشكل بروفيشنال ما بيضطروش يعملوا الكورس ده اساسا، ويدخلوا على طول على الستيب اللي بعديها اللي هي اليويفا سي لايسنس. اليويفا سي لايسنس دي بقى بتبقى على حسب كل بلد، ولكن في انجلترا بتبقى مدتها مش طويله قوي، ممكن نقول مثلا في خلال 3 شهور تكون واخدها، وما تتطلبش منك ان انت تكون بتدرب اي فرقه او بتمارس كره القدم بشكل رسمي. وبعد كده بقى بتدخل على اليويفا بي اللي هي بيبقى عندك غير الحاجات الدراسيه اللي انت بتدرسها، بيطلب منك كمان اساينمنتس وامتحانات. يا اما بتجيب واحد من المدرسين مثلا لفرقه انت بتدربها تحت 14 سنه او تحت 12 سنه او حاجه زي كده، وتوري المدرب اللي انت جايبه ده اللي هو مثلا بيبقى مدربك يعني او معلمك، توري له شويه تمرينات انت اتعلمتها بتطبقها على الارض الواقع. او حتى في حاله ان انت مش موجود في البلد دي اللي انت بتاخد منها اللايسنس، تبقى بتصور لهم تدريبات معينه وتبعتها وبتراسل دايما اللي بيبقى معلمك زي ما انا قلت لك. بعد كده بتدخل في اليويفا اي لايسنس. في اليويفا اي لايسنس برضو بيبقى شكل شبه البي بشكل كبير، ولكن طبعا بتبقى بعمق اكبر، باساينمنتس اكتر، لازم تكون اعتقد بتمارس التدريب بشكل منتظم بشكل ما. ولكن طبعا مش هتقدر تكون مدرب في نادي في الدرجه الاولى او فيرست تيم يعني، لان انت لسه ما خدتش الايه. فانت وانت بتتدرب على الايه غالبا برضه هتكون بتدرب فرق شباب، فرق ناشئين. واخيرا اخر لايسنس هي اليويفا برو. انت بعد ما بتاخد اليويفا اي دي انت ممكن تكون اسيستنت كوتش لاي مدرب في البريمير ليج عادي جدا، مش لازم يكون عندك البرو اللي هي الستيب اللي جايه، ولكن ما ينفعش تكون مدرب قوي. اليويفا برو دي بقى بتاخدها عشان تبقى قادر ان انت تدرب اي فريق بقى في اوروبا، اي فريق في الدوري الانجليزي، اي فريق خالص، تبقى انت المدرب الاساسي بتاعه. فهو انني لغايه دلوقتي واقف لغايه فين؟ واقف لغايه درجه حلوه جدا، وهو انه لسه من كام اسبوع اعلن ان هو اخذ اليويفا اي لايسنس. فهو خلاص في مجال الدراسه هو مش ناقص له غير اليويفا برو عشان يكون مدرب اساسي، ولكن هو من دلوقتي اصلا ممكن يبقى مدرب مساعد بشكل عادي جدا. فمن الناحيه الدراسيه انني ماشي بشكل كويس جدا وبياخد الكوتشنج لايسنس بتاعته وشكله مركز قوي في المجال ده. وعلى ذكر التركيز ندخل على طول على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه بكل تاكيد هو خبرته الشخصيه في ممارسه اللعب. اول حاجه هتقولها طبعا ما هو مش اي لعيب كان كويس بيبقى مدرب كويس وبتاع، اقول لك بس هو بكل تاكيد بتديله ادفانتج. هو مارس اللعبه، هو قعد مع مدربين كبار زي ارسن فينجر وارتيتا دلوقتي المتالق بشكل كبير، فهو شاف الناس دي بتشتغل ازاي، شاف مميزاتهم، شاف عيوبهم. وطبعا الكلام ده مش كفايه، ده اللي بيخلي ان مش اي لعيب كان كويس بيبقى مدرب كويس، ولكن اي لعيب يبذل كمان مجهود في خطته ان هو يدرب بيبقى عنده فرصه نجاح اكبر بكل تاكيد. وده اللي بنشوفه مع النني. رقم 3 الترند بتاع ان نص الملعب بيبقوا عاده مدربين كويسين. حتى في الجيل الاخير ده، مش هتكلم من زمان، الجيل الاخير ده زي تشابي الونسو، فابريجاز مع كومو، ارتيتا، بيب جوارديولا قبليهم، كل الناس دي لعيبه خط نص قدروا ان هم يبقوا مدربين جامدين جدا. طبعا النني ما كانش لعيب ربعهم والناس دي بتلعب كوره، بس انا بتكلم على الترند نفسه. وده ممكن نشرحه بشكل بسيط جدا، ان في اخر 20 سنه الادوار اللي بيطالب بيها تكتيكيا من لعيبه خط النص هي اكتر ادوار معقده ومركبه مقارنه بالمدافعين المهاجمين وحارس المرمى طبعا. فبتحس ان لعيبه خط النص دي بتشرب كميه خبرات وبتبقى تكتيكلي اوير قوي، فبيساعدهم الموضوع ده بشكل كبير لو هم كانوا عندهم نيه ان هم فعلا يبقوا مدربين. اما السبب الرابع والاخير هو علاقه النني بالجميع. اي حد في انجلترا وفي مصر اتعامل مع النني بشكل شخصي، بغض النظر بقى عن ارائك فيه كلاعب كوره، لكن الكل بيتكلم عليه بشكل كويس جدا. واضح ان هو علاقته حلوه جدا بالجميع. فالصفه دي صفه مهمه جدا. اولا لو الناس كلها بتحبك فانت عندك كونكشنز قويه تخليك تاخد الخطوات الاولى في المجال ده. مدرب بقى بيحبك ياخدك في الجهاز الفني بتاعه فتتعلم منه، فترات معايشه في انديه مختلفه. وبعدين حتى لما تاخد بقى فرصتك وتبقى انت المدرب، لو انت معروف عنك ان انت علاقتك كويسه بالجميع وان انت محترم وان انت مش بتاع مشاكل، ده بيساعدك في علاقتك مع اللعيبه وبيساعدك في علاقتك مع المانجمنت تيم، ودي حاجه مهمه جدا. خد مثلا انشيلوتي في المثال ده، الناس في ريال مدريد بيحبوه جدا، غير ان هو طبعا مدرب عبقري، الا ان هو ما بيعملش اي مشاكل مع اي حد، فمريح
مريح في التعامل معاه، فدي صفه في النني هو لازم يستغلها بشكل كبير. فخلاصه يعني انا شايف ان النني عنده مقومات ان هو يبقى مدرب كويس جدا. طبعا ما شفناش وعيه التكتيكي على ارض الواقع، ولكن شايفين ان هو ماشي على خطوات قويه وثابته. وما اكدبش عليكم انا بكل تاكيد اتمنى له كل خير، لان هو في الاول وفي الاخر بيمثل بلدي. واتمنى اشوف كوادر مصريه لشباب بيجتهد قوي في المجال ده ان هو يبدا ياخد مناصب مهمه في الانديه الاوروبيه، لان في يوم من الايام ده ممكن يساعدنا. زي ما بنتكلم ان اللعيبه ان هي تروح تحترف، ده شيء هيساعد منتخب مصر في الاخر، ان انت يبقى عندك كوادر مختلفه سواء محللين، مدربين، مساعدين مدربين، ايا كان. لما يبقى عندك كوادر زي دي ده برضه هيصب في مصلحه المنتخب ان شاء الله. عرفوني بقى رايكم تحت في الكومنتات، شايفين ان فعلا ممكن يكون مدرب كويس ولا لا، وايه الحاجات اللي ممكن تعطله شويه. في الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تقولوا لي تحت في الكومنتات ايه المواضيع اللي تحبوا ان انا اتكلم عليها الفتره اللي جايه. يلا سلام.